السلام عليكم. النهارده هنعمل بيتزا بطريقة بسيطة جدا ومكونات موجودة في كل بيت. مش هنحتاج بقى لحاجات خزعبلية ولا لبن بودرة ولا أي إضافات للي بتضاف كده للبيتزا. أول حاجة هنختبر الخميرة، هنحط الخميرة والسكر ونقلبهم بشوية مية دافية كده نختبرها بس تعمل الفوم بتاعها كده، وبعد كده ننزل بقى ببقية المكونات. هسيبها لكم في صندوق الوصف ونعجنها، وبعد كده نحطها في مكان دافي. طبعا الجو احنا مش مستحملين الجو، فهي بتخمر على طول البيتزا في الصيف. بس كده ومفيش اي حاجة بقى. المكونات اللي انا هحطها في صندوق الوصف عجينة مظبوطة وكل حاجة، وان شاء الله هتطلع معاكم زي ما نجيبها بره بالظبط. بس كده. بنفرد العجين. من شروط البيتزا اللي احنا المفروض يعني بنكون مسخنين الفرن. يعني احسن يعني نسخنه قبل ما نحط البيتزا، وبعد كده بنحط الموتزاريلا بقى على الوش، نعمليها بقى بالسوسيس الفراخ، اي اضافات عندك ممكن تحطيها. وده كان الشكل النهائي. عايزه اقول لكم العجينه مظبوطه جدا وطعمها تحفه. وموفرة جدا وسريعة في نفس الوقت، وكتير بنزهق من الأكل يعني. يا رب يكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.